تشوفها حذر غيرك وارميها وما تخلوش ياكل الطماطمايه دي. فين يا جماعه الطماطمايه ديت؟ كل الناس بتقولك اوعي تشتريها عشان لو اشتريتيها هتاكليها وهتموتي. السلام عليكم. شايفين الطماطم ديت؟ بيقولوا ان في تعابين بتخرم الطماطم ديت، وهي اللي بتسبب الشكل ده اللي انتوا شايفينه. يعني بتحط انيابها في الطماطم وبتسيب السم فيها، وده لو حد اكل الطماطم فبالطبيعي هيتسمم. اول ما تشوفها حذر غيرك وارميها وما تخلوش ياكل الطماطمايه ديت. وده كان بوست منتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، واحب اقول لكم ان دي اشاعات مغرضه وملوش اي اساس من الصحه. تعبان ايه اللي هيعض الطماطم؟ تعبان ايه اللي هيحط انيابه في الطماطم عشان يسمها؟ ليه؟ الطماطميه عملت له ايه؟ لا، وهي التعابين فاضيه كمان ان هي تلف على طماطمايه طماطمايه عشان تعضها وتحط انيابها فيها؟ تعابين ايه دي؟ ايه بتسنن؟ تعالى اقول لكم دي ايه. دي عدوى بتصيب الطماطم. دي عدوى بتحصل للطماطم اثناء نموها، ومجرد ما الطماطم تنضج وتلتئم او بتخف او ساعات بتتكون حواليها دودة. الدودة دي هي اللي بتعمل الشكل ده. انت لو لقيت الطماطم فيها الخرمين دول، اقطعي الطماطم وشيلي الخرمين دول بس على جنب، وطبعا مع الحتة اللي فوق، لان الحتة اللي فوق دي اوقات كتير اوي بيبقى فيها دود. فشيل الحتتين دول. كيلو الطماطم وصل 25 جنيه. يا جماعة احنا ازاي هنرمي الطماطمية عشان خاطر فيها الخرمين دول؟ احنا لو لقينا التعبان نفسه هناكل الطماطم بالتعبان. ارحمونا ارحمونا من الاشاعات اللي بتخسرنا فلوس ووقت وجهد. خليكي ست واعية وواعي غيرك وما تخافوش الناس ما تخوفوش الناس وطمنوها. التعابين ما بتاكلش الخضار، بتاكل القوارض. خليكوا فاهمين، التعابين بتاكل القوارض ما بتاكلش الخضار. الحشرة دي اسمها توتا ابسولوتا، ودي اللي بتعمل كده في الطماطم، وهي اللي بتسبب الثقوب دي في الطماطم. تاني حاجة، التعبان لا يغرس انيابه في اسنانه ولا يطلق السم الا لو حس بالخطر. يعني دي آلية دفاعية عند التعبان، فاكيد هو مش زعلان من الطماطم او ماشي يعضعض فيها بانيابه عشان يغلي سعر الطماطم. تالت حاجة هقولها لك، ان التعبان عشان فعلا السم يمشي في الجسم والانسان يموت لازم يغرز انيابه في مجرى الدم. فدي الطريقة اللي بتموت، انما عن طريق البلع عمرها ما تموت اي شخص.